والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. صلوا على رسول الله. ورجعت لكم في فيديو جديد. اليوم حورجيكم أحلى طريقة تعملي فيها البطاطا المسلوقة بمكون واحد فقط، حيغير الطعم ويخليها طيبة جدا جدا، طعم لذيذ. أول شي بنجيب البطاطا وبنغسلها وبنضفها من التراب والطينة وبنركبها على النار، بنحط لها مية سخنة وبنسيبها تغلي شوية، تقريبا ربع ساعة نص ساعة بالكتير. بهيك صارت البطاطا جاهزة. بنسيبها تبرد شوية أو بنحط لها مية باردة. شايفين كيف استوت؟ حنطلع طبعا تقريبا 5 حبات على قد ما بدكم تستخدموا. هيهم حنسيبهم يبردوا شوية. وهلأ البطاطا صارت باردة، نبدأ نقشرها بالطريقة اللي انتو شايفينها. طبعا والله الأكلة هذه بالشتاء طيبة جدا، في الوقت اللي بيكون ما في شي عنا بنحاول ندبر حالنا للغدا ونعمل ونخترع أي أكلة أو ندبر حالنا بأي شي موجود، من الموجود بنجود. الأكلة طبعا لذيذة وأمياتنا وأجدادنا بحبوها كتير كتير ومتعودين عليها. طبعا هذه البطاطا اللذيذة بأجواء الشتاء، دقتها الحلوة، طبعا طعمها لذيذ جدا. زي ما انتم عارفين الحاجات هذه والأكلات هذه طيبة جدا، حتى لو كانت بسيطة إلها طعم ونكهة لذيذة. وأنا حبيت اليوم أعملها، صح إنها هي سهلة والكل بيعرفها، ولكن حضيفلكوا عليها مكون حيخلي طعمها كتير لذيذ. وهيك صرنا خالصين البطاطا. وهلا حنجيب ندقة وننزل بقرن فلفل اخضر، طبعا حسب رغبتكم. بتحبوا الفلفل كتير بنحط رشة ملح. وهلا بنجيب درسين تومة وبنقشرهم على السريع وبنحطهم مع الفلفل الاخضر. وزي ما انتم شايفين هلا حدق الفلفل مع التومة على السريع، وبهيك دقينا الفلفل مع التومة. هلا بنعصر الليمونة، نعصرها طبعا ليمونة واحدة. بننظف هيك قدامنا على السريع، والليمون اللي عصرته حنضيفه على الدقة بالطريقة اللي انتم شايفينها، وبنحرك الملح مع الليمون وبنسيبها على جنب. هلا حنشتغل بالبطاطا بالطريقة اللي تعجبكم. طبعا انا ما عندي زبدية كبيرة، عندي هذه حستخدمها وحهرس فيها البطاطا بالطريقة اللي انتم شايفينها. بعد ما هرسناها زي بالشكل اللي شايفينه جامدة شوية، بنحاول نحط لها زيت الزيتون وحنضريها لتدينا القوام المناسب. هيك جميلة جدا. بعد ما خلصناها طبعا يا جماعة بنصحكم يعني لما تيجي تحطوا على البطاطا حطوا زيت وطروها بالزيت وليس بالمية، تديها طعم لذيذ جدا. هلا بعد ما اخذنا القوام المناسب حنضيف الفلفل مع الثوم والليمون ونبدأ نقلب. وبهيك صارت البطاطا جاهزة. إذا بدها شوية ملح طبعا بنرش لها شوية ملح. وهلا بنيجي للمكون اللي حيديها طعم لذيذ جدا، وهو الطحينة. معلقتين كبار طحينة ونقلب.
وهلا حنزين الطبق، بكل واحد بزينه بطريقته. حنجيب البيض ونزين في صحن البطاطا، بنضيف زيت الزيتون بقد ما بدكم. بصراحة هي أكلة بزيت الزيتون ولا أطيب. وبهيك وصفتنا اليوم صارت جاهزة، وطبقنا اللذيذ الطيب صحن سلطة بطاطس بطعم وشكل تحفة. صراحة طعمها لذيذ جدا. بتمنى ان تعجبكم وصفتنا لليوم وتجربوها، ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصحتين وعافية.